قصتنا اليوم تتحدث عن الأخوة الثلاثة بعد رحيل الأم والأب عن الحياة. وهم صغار تكفل في المعيشة أخوهم الكبير علاوي يشتغل من الصبح لليل حتى يعيش إخوانه وما يخليهم يحتاجون لكل أحد. أما الأخ الثاني فهو حسين اللي يشتغل عامل بمحل بيع الملابس ويوميته 10,000 بس. حسين بهاي 10,000 مخلصها طلعات وطبات ويا جماعته وما يدري بالدنيا طشت لو رشت. أما الأخ الثالث فهو عامر خطية عنده حول وما يشوف بعيونه، ومن هو صغير يتنمرون عليه الناس والطلاب اللي وياه بالمدرسة، وبسبب هذا التنمر ترك دراسته وترك كل الناس وقام ما يطلع من البيت نهائيا. هاي الدروس المهمة لازم كلكم تحفظوها لأن أغلاط شيء هاي العبارة تكون أصل الدراسة. استاذ قل لك انا بشوف واسمع عندنا حتى احنا نشوف نتتبع. لا رحنا ما نخرج. انا والله شاطر. أحسن ما عندكم يقرأ. عادي معك عادي. ليش ما تلعب وياهم طوبة؟ يقولوا لي غشوا وما يلعبون. ما عليك تقول باكر عند الطوبة نلعب بس أنا. أنت تدري أحسن منهم؟ شنو احسن لكم؟ أنت شاطر درجاتك عالية وهذول النار كلها بس يلعبون طوبة وراسبين. يلا منخستك راح أروح. حسوني أنا أشكرك. ها نعمة بس احنا هذاك ايش قد وسخات. هذا صار شاطر حتى بالفرصة يقطع. يلا قوموا مننا عندنا قاعدين ملعمة. الله لا يوفقكم، كلها بسبب التنمر. تركت دراستي، حرمتوني من الدراسة،
بسبب التنمر حرمتوني من الناس. بسبب التنمر حتى ما قدرت اطلع بالشارع واشوف الناس. ما قدرت اطلع اشوف واحد. بسبب التنمر ضيعت مستقبلي. ليش؟ لكم ليش؟ ليش ضيعت مستقبلي؟ ليش؟ ليش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. علاوي مرخصتك. هين حبيبي. الله يساعدك. سعد بختك. قلت لك علاوي بس سؤال. انت صار لك سنين تشتغل وتعبان. ولا شفتك متزوج، لا مكون نفسك، ما تقول لي وين قاعد تودي فلوسك؟ والله يا ادم يا دوب دابر العيشه. ليش اللي سمعك يقول عندك هومة جهال، هو غير انت وحدك بالبيت. ليش؟ وعندي ذول اخوان اثنين. ترى اخوانك كبار ويقدرون يعتمدون على نفسهم. ادم اقول لك شغله، اللي يدري يدري والما يدري قلبه تعدس. شنو قصدك؟ خليها سكته ادم. بس علاوي ترى اخوانك كبار ويقدرون يعتمدون على نفسهم، واحدهم يعيش عشيره، انت بهذا طريقتك وهذا اسلوبك ترى حتى ما راح يندلون طريقهم. لا سامح الله اذا صار باكر بيك شيء، اخوانك لا يقدرون يعتمدون على نفسهم، لا يقدروا يشتغلون، لا يقدروا يفتحون بيوت، ولا يقدرون يكونون نفسهم، وكل شيء ما راح يسوون. انا ما جاي احرك على اخوانك، انا جاي انفعك، ففكر بكلامي كله زين، فخليها هاي الحكايه ببالك، واني في مان الله. والله كلام ادم صحيح. انا لازم احكي ويا حسين بلكي ياخذ بالنصيحه. ايه ماك من تجي اتفاهم وياك، انا عندي حكي وياك وكلش حلو. انا اتفاهم، تفضل. ممكن اخذ من وقتك دقائق؟ الوقت كله لك حبيبي. يلا يلا حبيبي، بعدين اخابرك. ما مليت من هالوضعيه؟ يا وضعيه 24 ساعه انا بالاستقبال؟ يا معود تعودت. اوعدك راح ابني لك غرفه فوق واخلصك من الاستقبال. اشكرك حبيبي، ادري بيك ما تقصر. انا عندي وياك موضوع مهم بس ما بدك تفهمني غلط. خير، صاير شيء؟ ماكو شيء لا يضل بالك. انا تعبت، خلصت عمر اشتغل من الصبح لليل. ما تدرون مصرف البيت ايش قد صعب. كافي، انتوا كبرتوا، اريدكم تعينوني. لك انت جاي تحكي؟ لا تفهمني غلط. على اول احمل والديك، شفهمك غلط. هو الموضوع مبين من بدايته، جاي تعايرنا بالطماطم والبتيتات، عم بعد لا تجيب. وباوع من هاي اللحظة لا اعرفك ولا تعرفني، ولا انت اخوي ولا انا اخوك. شوف اخوك جاي يحكي، جاي يعايرنا بالطماطم والبتيتات اللي يجيبهن. لا تشيل هم ولا يضل بالك من حسين، انت تدري بحسين هو دائما هيك عصب، لا تضوج من عنده. عامر انا مو قصدي اعيركم، انتوا اخوتي وانا احبكم وانا احبك اكثر واحد لان انت اسف والله عامر، والله ما كان قصدي، بس
ولا يهم اخوي علاوي، انت اخونا الكبير وتاج راسنا. من ابوي وامي ماتوا وانتم كنتوا صغار ما خليت شغله ما اشتغلتها، اشتغلت كل شيء وتحملت الاهانه، وحتى دراستي عفتها على مودكم، حتى اعيشكم احسن عيشه والبسكم احسن لبس، وما خليتكم تحتاجون لاي احد. وهسه يجي حسين ينسى كل هذا التعب اللي تعبته ويصيح علي ولا يقول هذا اخوي الكبير. مو انا قلت لك حسين مو قصدك، انت اخونا الكبير ولك مكانتك. وانا راجع من الشغل لاقاني ادم بالشارع، قال لي علاوي هذا اللي جاي يسويه ويا اخوانك غلط، خلي يعتمدون على نفسهم، باكر عقب اذا صار عليك شيء ذولا ما راح يقدروا يعيشون. انا قلت خلي احكي ويا حسين، بلكي الله يتعب، بلكي الله يتغير. اشوف حسين هو ولا يتغير. والله لو مو عيوني كان انا ساعدتك بالشغل، ما خليتك وحدك. بس شو اسوي؟ انا ما اقصدك لك، انا اقصد حسين. انت اخويا المدلل اللي اكثر واحد بالدنيا احبه. قبل الخوة كانت خوة ما لحقوا، اشوى السلخو والله الاخو من بيته خيبوا. مو بالكثرة هي الخوة تنقاس. واي اخوان والله عيب تجيب طاريهم. شوف حسين هو بطرق عباس، ويوسف دعا الشخوة وخير ما بيهم.